ازيكم حبايبي؟ هنعمل النهاردة مع بعض وصفة لذيذة وسهلة ومش هتاخد وقت خالص وجديدة شوية، وهي المسقعة بالبشاميل النباتي. مش هنعملها باللبن، هنعملها باللبن النباتي. الوصفة كلها نباتية طبعا للصايمين واللي عندهم حساسية من الألبان. طالعة جميلة جدا وطعمها خطير، ومليانة طبعا بالفوائد، البروتين، ومليانة كمان من الحديد والمعادن الكتير. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. عندي كيلو من البتنجان، انا قشرته، اللي ما يحبش يقشره عادي خالص، بس انا عندي الولاد بيحبوه متقشر، فانا قشرته وقطعته مكعبات كده صغيرة. حطيت رشة من الملح، وبعدين بسيبه حوالي ساعة كده ينزل المية بتاعته عشان يدبل. معلقتين من الزيت على طاسة كده، وبقلبهم لغاية ما ياخدوا لون خفيف خالص، يعني او يدبلوا كده شوية، لان انا عايزاهم يدبلوا علشان يبقى سهل. طبعا هما مش مليين في الزيت، مجرد بس تشويح كده. وبعد كده بحط بقى بصلاية، يعني ما بحطش البصلاية الا ما احس ان هما بدوا يدبلوا شوية. بعد كده بحط كمان توم شرايح، وكمان 2 من الطماطم متقطعين، وبشوحهم برضو شوية كده، حوالي 5 دقايق كمان. بضيف عندي بقى كمان هنا معلقتين من الصلصة، وممكن نضيف الصلصة اللي احنا كنا عملناها قبل كده. طبعا تابعوها بقى على القناة، أنا عملت الصلصة قبل كده. بعد كده بضيف مية، حوالي كوبايتين من المية، ومكعب مرقة خضار. مكعب مرقة الخضار ده برضو اختياري. ضفت كمان بصل اخضر شرايح، برضو اختياري، لو مش موجود مش مشكلة. انا حبيت بس ان الوصفة يبقى فيها نسبة من الاخضر والالوان، والحاجات دي بتخلي شكل الوصفة والطعم حلو طبعا، لان ما فيهاش لحمة. هضيف كمان عندي هنا بقى عن الفلفل الالوان. فلفل الالوان طبعا غني بالفيتامينز، فيتامين سي. بضيفه في الاخر خالص، يعني قبل ما تكون قربت تستوي بحوالي 5 دقايق، قبل ما اطفي على طول ب5 دقايق بروح ضيفه. بعد كده بقى، يعني هي اخدت كلها عن اخرها حوالي ربع ساعة او تلت ساعة على البوتاجاز. بعد كده بحطها في صينية. هجهز بقى عندي هنا البشاميل الصيامي، عبارة عن كوبايتين من المية. هنحط كمان 3 معالق من اللبن بودر، اللي هو الصويا، ممكن نضيف اي البان نباتية. ضفت كمان عندي هنا معلقة من الدقيق ومعلقة من النشا، واقلبهم على البارد، وبعدين مرقة من الخضار، وبعد كده برفعهم على النار. عندي هنا انا رفعتهم على النار. بعد كده ضفت هنا الجبنة الموتزاريلا صيامي برضو او نباتي. ما ضفتش كتير، انا حابة ان الوصفة تكون برضو بسيطة، ما فيهاش دهون كتير، عشان تنفع للناس اللي عاملة دايت. الحقيقة انا عاملة دايت، فما بحبش الاكل يبقى فيه دهون وفيه زيوت كتيرة. حاجة بسيطة خالص، يعني لو لاحظتوا ان انا ما عملتهاش مقلية. بعد كده بقى بحطها في الفرن تاخد لون كده، وعندنا احلى بقى مسقعة بالبشاميل، طعمها جميل وخطيرة ومليانة بالفيتامينز والمعادن، مش هتفرقوها خالص عن اللي باللحمة او الفطاري. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، وياريت كومنتات ومتابعة للصفحة. باي باي.